مين العميل اللي انا بستهدفه. من هنا كلام كتير نقعد نتكلم فيه من هنا للسنه اللي جايه. اهلا بيكم، انا عز الغريب ودي حلقات سيلز 101. العميل المستهدف، ازاي اعمل بروفايلنج او اعمل سيجمنتيشن، خلينا نصحح الكلمه، اعمل سيجمنتيشن لعميلي عشان اقول هو دي الفئه اللي انا هستهدفها. انا هستهدف الماركت ليدرز، انا هستهدف الناس اللي بتتكلم او الشريحه اللي بعدهم، انا هستهدف سي كلاس، ايا كان الكلاسز، ايا كان التصنيفات. لازم تبقى عارف مين عميلك المستهدف. يعني ما تكونش انت لسه فاتح اول امبارح وتقول بقى انا هكلم جوجل اعمل لهم خدمات ماركت. مش منطقي. ان حصل معاك ربنا يوفقك، بس ده مش الطبيعي خالص. دي نقطه. نروح بعد كده الخطوه كمان، البروفايلنج بتاع الكاستمر بتاعي. يعني اسمع عميلي ازاي. عارفين المثل بتاع سيل مي ذس بن، بيع لي القلم ده؟ هو الموضوع مش انك تبيع القلم، هو الموضوع انك تفصص العميل. هو العميل ده عاوز القلم ليه؟ وشغال لايه؟ وبيستخدمه في ايه؟ لازم تفهم عميلك كويس. هو اصلا في احتياج لقلم ولا لا؟ طب انا مش محتاجه، اروح ابيعه ولا اروح اضيع وقت؟ طبعا لا. كل الحاجات دي هو ده السيلز.